يمكن بعيونك ما بستاهل شي، ودموع عيوني عندك ما بيسووا شي. كل ما اقعد لحالي او اطلع بمراية عم بشبهك أكتر من كل شي. يمكن بعيونك ما بستاهل شي، ودموع عيوني عندك ما بيسووا شي. كل ما اقعد لحالي او اطلع بمراية عم بشبهك أكتر من كل شي. صار لازم اطلع منك، بسمع صوتك عم ينده ويصرخ لي بركي برجع. خلص زمن العبودية، صار لازم أعرف حالي، صار لازم أشبه حالي. مهما تصرخ لي ارجع، خلص زمن العبودية. ليل الأسود ضويته، عيوني عم تلمع أكتر، عم بعمل يلي بحبه، عم بشبه حالي أكتر. ليل الأسود ضويته، عيوني عم تلمع أكتر، عم بعمل يلي بحبه، عم بشبه حالي أكتر. العالم تطلع في شي يحبه شي يتمسخر، بس بعرف من عشي عم بشبه حالي أكتر. صار لازم اطلع منك، بسمع صوتك عم يندهلي ويصرخ لي بركي برجع. خلص زمن العبودية، صار لازم أعرف حالي، صار لازم أشبه حالي. ومهما تصرخ لي ارجع، خلص زمن العبودية. صار لازم اطلع منك، بسمع صوتك عم يندهلي ويصرخ لي بركي برجع. خلص زمن العبودية. نيكولا، هيدا عملك الاول، الكليب الاول، الف مبروك. مستضيفينك باطار سينجينج مارش، بعد شوي بدنا نطلب منك كمان تغني بالاستوديو. بنشوف بهالكليب عم يحكي نيكولا عن التمييز ضد المختلفين، من قصار طوال، مسنين، ناصحين، متلعثمين، مثليين. شو اللي بيجمع بين كل هالاشخاص؟ وهل انت تطالب يعني بحقوق او بالمساواة او بعدم التمييز؟ شو عم بتقلنا؟ اللي بيجمع بيناتهم كلهم هو انه كلهم هن ما بيحبوا حالهم،
بمحل معين لحتى عاملين ريفلكشن على المجتمع. انا هيك بشوف انه لما نحن حبنا لحالنا ببين وبينعكس على وجهنا، العالم رح تحبنا وما رح تشوف اختلافنا عنهم. وبذات الوقت اذا بدك مش عم طالب، بس انا مع، يعني انا بايد هيدي الحقوق، بايد كل واحد يكون محترم باختلافه. فهيدا الشيء اللي انا حبيت اعبر عنه بالفيديو كليب. انت وين بهالفيديو كليب؟ خليني خبرك قصة أول شيء الفيديو كليب. أنا كنت عبالي أعمل غنية بتحكي عن الناس المختلفين عن اللي سائد، أو الناس اللي هن عندهم تيب أو بيلبسوا مثل ما هن بيحبوا أو بيتصرفوا غير عن العالم وغير عن كل شيء سائد. فتركت لها مطرح بالألبوم، قلت إنه بدي أعمل هاي الغنية، ولما كتبتها كنت شايف هودا، يعني كتبت نعم. للكاركترز اللي شايفهم بالفيديو كليب. نعم. وأنت آخر شيء كمان عم تحكي عن ضعف فيك أو شيء مختلف فيك لما تعمل ايديك هيك. صح. هلا انا عندي بروبلم بالجلد تبعي اللي هو البهاق بسموه. فانا قلت انه حلو كتير بيطلع وبطلع صادق اكثر والعالم بتصدق اكثر اذا انا باخر الفيديو كليب بفرجي كمان الشيء انه انا كمان بمحل معين ما كنت حبه بحالي. فبحس انه بيخدم الفيديو كليب وبخليكم اصدق، غير انه يكون الفنان صورته ملمعه وكل شيء ظابط فيه على الاخر. وانت مشكلتك شو ايديك؟ وانت بتعرف عن نفسك هيك؟ لا، بس انا كنت استحي فيهم كانوا يزعجوني ويضايقوني، انه كنت حس انه خصوصا انه انا ما خلقوا معي، انا طلعوا لي بعمر 17 سنه وعمر شوي كريتيكال، انه مراهقه. وعم شوف على رقبتك على جسمك كمان في كم محل في نقط وهيك قصص. نعم. وكانوا يزعجوك؟ ايه كثير، يعني عملت كل الانواع اللي ممكن الواحد يعملها انه يقدر يتخلص منهم، ما زبط. فما بقى في حل الا انه دمر حياتي كرمال شيء تافه كثير، او انه قول انه هيدا انا وبدي احب حالي، وتعلمت احب حالي شوي شوي. كانت كثير صعبه، بس بقول انه هيدا الفيديو كليب هو خطوه لحتى احب حالي اكثر. واكيد انه مشوار انه مش هين الواحد يحب حاله، واكيد هذا الشيء ظاهر فيي. في ناس عندها كمان اشياء بكاركتيرها بشخصيتها بكثير محلات ما بتحبه. هو لما تقول صار لازم اشبه حالي، بتكون قصدك لازم حب حالي؟ صار لازم اكون انا، صار لازم ما امثل قدام العالم لكل، مش بس عم بحكي عن هذا الشيء اللي عندي، يعني عم بحكي عن المثلي جنسيا مثلا. ما لازم يمثل قدام العالم انه هو يعني يقتبس شخصيه ثانيه لحتى ما العالم تنتقده. لازم العالم تحترم اختلافه يعني وهو يكون هو يشبه حاله. وغيره حتى الفتاة اللي عندها شعر تحت باطها، انه هي ما بتحب تشيلهم، هيدا شيء هي اختارته، والمجتمع على طول بينتقد هيدا الشيء. هذا رمز لانه هي مثليه، او هو رمز لانه مش طالعه على بالها تشيل شعرها؟ رمز لانه هي بتحب هيك وهي هيك، وبتقول هي انه بعد ما لقيت ريزن او سبب لحتى تخليها تشيلهم. فنحن ما علينا بحس كمجتمع نفوت هالقد ديتيلز بكل واحد، علينا نحترم هو بس شو بقرر وهو شو هو، يعني ونحترم المختلف. اكزاكتلي. هيدا هي قضيتك اللي عم تغنيها؟ هيدي هي. هلا انا اكيد بالالبوم حكيت عن كثير مواضيع، حكيت عن الحلم، هربان مني حلمي، حكيت عن طب انت وين بتلاقي نفسك بخريطه الفن الغنائي اليوم؟ إلك محل، عم بتجرب تكون محترف، عم تعمل شيء بتحب تعمله؟ هلا صار فينا نقول شوي انه صرت محترف شوي. الفيديو كليب صار فوق ال 15,000 من شايف على يوتيوب، وعن جد كثير طلعت انترفيوز، وكثير الصحافه اهتمت بالموضوع وشجعته. اكيد كمان بتعرف لازم يكون في التقاء، يعني لقاء بمطرح انا واللي بده يستضيف. يعني انت لو ما بتآمن او لو ما بتحترم الحريات ما كنت جبتني، انا ما كنت هون معك. فاذا محطه ما بتشوف الاشياء اللي انا بشوفها كمان ما رح، يعني على طول لازم نلتقى بمطرح لحتى نضوي على اعمال بعضنا. نعم. نحن بدنا يعني نعطيك المسرح لتقدم لنا هيك مقاطع من الالبوم تبعك برفقة زياد. تحيه كثير كبيره لزياد على البيانو. استاذ زياد كلنا سمع. تعودت عليك ما بتسأل، غابت عينيك شو المشكل، طمنا عليك
الحاضر والمستقبل، كنت الحلم اللي عم يتكمل، كلماتي مني عم تخجل. ما بيسوايك، تعودت عليك، ما بتسأل، غابت عينيك، شو المشكل؟ طمني عليك. كنت الحاضر والمستقبل، كنت الحلم اللي عم يتكمل، كلماتي مني عم تخجل. ما بيسوى هيك. بتقلي تعبان، ملبك قلبك بحبك، ولا سهران ولا غفيان، وصعب تصرخ لي بحبك. ساعة بتقلي تعبان، ملبك قلبك بحبك، ولا سهران ولا غفيان، صعب تصرخ لي بحبك. تعودت عليك، ما بتسأل، غابت عينيك، شو المشكل؟ طمني عليك. كنت الحاضر والمستقبل، كنت الحلم اللي عم يتكمل، كلماتي مني عم تخجل. ما بيسوى هيك. يمكن حبي وحبك فكرة ما توصلنا المطرح، أو شي غيمي سودا كذابة ما في قلبها نقطة. يمكن نظرة عمياء شافت كلمة خرسة، أو شي قصة بكتابي ما في إلها صفحة. لما منتلاقى عشي بتطلع فيك، بتطلع فيك. لما منتلاقى عشي بتطلع فيك، بتطلع فيك. واضح ما عندك حشري، تعرف شو في أخبار للحق عليك ولا علي. أيام تلاقوا الأفكار، واضح ما عندك حشري، تعرف شو في أخبار للحق عليك ولا علي. أيام تلاقوا